محمد رفقي، المندوب الجهوي للهلال الاحمر المغربي بجهه الدار البيضاء سطات. اليوم حنا متواجدين بمنطقه تاغونيت، وبالضبط في المركز الصحي المستوى الاول ومستجلات القرب تاغونيت، من اجل تنظيم قافله طبيه لفائده حوالي 1500 الى 2000 شخص، اللي كتعرف المشاركه ديال عده تخصصات. طب النساء، هناك طب العظام، هناك طب العيون، هناك طب الاسنان، هناك طب المتعلق بالاذن والحنجره والفم، طب ديال المسالك البوليه، هناك الطب النفسي، هناك جراحين الى غير ذلك، الى اضافه الى اطباء الطب العام. علاش بالضبط القافله كتنظف هذه المنطقه هذه؟ لان الهلال الاحمر المغربي هكا في اطار الاستراتيجيه ديالته المتعلقه بالصحه، وفي اطار التضامن مع المكاتب الاقليميه على الصعيد الوطني، وبعد الدوريه ديال السيد وزير الداخليه متعلقه بالاهتمام بالموجهه للساده العمال والولاة المتعلقه ب تكثيف الجهود بالنسبه للمناطق اللي عرفت الثلوج وعرفت الفيضانات السنه اللي مضات، وبعد الدراسه ديال هاد الاوضاع هذا والتواجد ديالنا حنايا بزاف في المنطقه ديال الحوز، فكرنا ان المنطقه ديال بني صبيح عرفت فيضانات السنه اللي مضات وعرفت خسائر ماديه. اذا نسقنا مع المكتب الاقليمي ديال الهلال الاحمر على صعيد الزاكوره، مع الجمعيه ديال القصر بني صبيح وجمعيه امل 212 لتنظيم هذه القافله هذه في هذا المركز هذا. الى جانب هذه القافله اللي كدار في منطقه تاغونيت، هناك شبه قافله طبيه كتنظم بمستشفى الدراق، اللي فيها الجراحين اللي غيشوفوا الملفات وغيشوفوا الاشخاص اللي باغيين يعرفوا جراحه، سواء بالنسبه للاطفال او بالنسبه للكبار، من اجل البرمجه ديال هذه العمليه هذه من بعد رمضان ان شاء الله. كما هناك عمليه ديال الاعضاء ديال الاعذار ديال الاطفال، هكاك حوالي 40 ديال الطفل، وهناك بعض الاطباء اخصائيين في طب النفس اللي غيشوفوا بعض المرضى في هذه المستشفى هذه.